باش ما نبالغش على مستوى العالم وصلني في المغرب من 10 الاوائل حاليا. وعندي المعطيات وعندي الملاعب. طبعا احتجاج في اطار القانون، في اطار حضاري بالتنسيق مع نقابة الصحفيين. المطلب هو طبعا صرف مستحقات قيمتها تفوق مدة ال7 أشهر. هذا طبعا مطلب العاملين بإذاعة EFM. به المنتخب المغربي يفوز على ليسوتو 7-0. دياز يسجل تريبلي. إحصائيات إبراهيم دياز مع منتخب المغرب. شنو الإحصائيات خالد؟ شنو الأرقام اللي تخص إبراهيم دياز في مباراة ليسوتو تريبلي، في مباراة الجابون دوبلي ضد ليسوتو سجل هدف، ضد الجابون سجل هدف، اسيست ضد الكونغو واسيست ضد زامبيا. هذه تصفيات كأس افريقيا للامم. ابراهيم دياز 25 هدف في التصفيات. استنى عاد باش نعطيك. لاعب ابراهيم دياز لاعب منتخب المغرب وريال مدريد في 8 مباريات مع المنتخب، عنده 9 مساهمات بين اهداف واسيست. هذه ارقام ابراهيم دياز لاعب ريال مدريد اللي البارح سجل تريبلي. ويفدلك ابراهيم دياز، تحس معناها اهداف جميله باليمين باليسار. شو نقول لك، شفت المنتخب المغربي كي تشوف الاسامي ديما نعاود نقولها يفجعوا. المنتخب المغربي تقارنوا توا مع البرتغال، مع كرواتيا، مع فرنسا. هو ربح البرتغال وربح اسبانيا نذكرك. اي مش من فراغ انه وصل دومي فينال في الكوب دي موند 2022 في قطر. عنده ملاعبيه يلعبوا في لو نيفو، القيمه التسويقيه نتاعهم كبيره برشا. ظهر لي كان الذاكره نتاعي في التصفيات هذه مسجل 25 هدف. خلينا نقول لك قداش مسجل في التصفيات هذه. سجل 26 هدف، 34 هدف في اخر 8 مباريات، 8 انتصارات، 5 منهم دون قبول اي هدف. ربح ليسوتو 7، ربح الجابون 5، ربح سنترافريك 4، ربح سنترافريك 5، ليسوتو 1، الجابون 4. ضد الكونغو في تصفيات المونديال 6-0، وربح زامبيا 2-1. ارقام مرعبه بكي. وانا الوالد ديما يقول لي حاجه، يقول لي نحن ماناش في فورمه ونربحوا المغرب نربحوا الجزائر رغم انهم خير منا، لكن المره هذه موازين القوى بعيده برشا على بعض. المغرب تعيش فتره زاهيه. وانا راني ضد اللي يقول يبدا يحكي على تونس، يقول المغرب هاو شوف في وقت من الاوقات هما يقولوا شوفوا تونس هكا ولا بو. احنا توا نعترف باننا نمر بمرحله صعبه لازمنا نعالجوها، وتو نرجعوا كي المغرب وكي الجزائر وكي الناس كل فهمتوا خير منهم كان. اي اما سي عبد الباقي عمرنا ما وصلنا للمستوى هذا. يعني عندك ملاعبيه في بي اس جي، عندك ملاعبيه في ريال مدريد، ملاعبيه في اقوى الانديه الاوروبيه، في مانشستر يونايتد، ملاعبيه حاسمين فعليين. معناها مش ملاعب برا هاكا يدخل من بنك الاحتياط ويقيد حضوره. لا، وضع البلاد الكل عمره ما وصل اللي هو فيه تو. مش الكره برك، والكل مربوط ببعضه. فهمت؟ وديجا يبدو انه البارح رئيس الدوله استقبل وزير الشباب والرياضه وتحدث عن الفساد الذي ينخر مجال الرياضه وضروره تو فتح الملفات، لانه المساله راهو يلزمها تتعالج في جذورها وتنظف وتعاود تبني، ونجموا نعاودوا نبني. والتونسي بين قدرته على التحدي في كل المجالات. صحيح نجموا نتعبوا شويه، نتحملوها الفتره هذه، نتجاوزوها باللي تو تصلح كل شيء ان شاء الله. به سمير، هل وجه المغرب انذارا حاد اللهجه لبقيه المنافسين على لقب كاس افريقيا الامم البارح كيفاش 7 في مباراه ما تعني حتى شيء، في حتى رهان بالنسبه للمغرب؟ مش كان في افريقيا فقط، حتى على مستوى العالم. المنتخب المغربي حاليا يعد من افضل المنتخبات، باش ما نبالغش على مستوى العالم. وصلني في المغرب من 10 الاوائل حاليا. وعندي المعطيات وعندي الاسماء. وحاليا 13 عالمين في تصنيف 13 عالمين نحطهم من 10 الاولين على مستوى العالم. اللي تغير في المغرب شنو؟ وقلناها وعاودناها، ليتا ديسبري. كي يجي افضل ظهير ايمن في العالم اشرف حكيمي يجي بك الاسبري هذاك نتاع نحب نعطي اضافه للمنتخب نقول له برافو. كي يجيو نجوم المنتخب المغربي اللي هما يحكموا بحكامهم في الفرق نتاعهم ويعملوا الفارق، يدخلوا للمنتخب ينصهروا في تفكير المنتخب وفي تفكير المدرب وفي جو المنتخب.
ينساو اساميهم والقيمه التسويقيه نتاعهم وينصهروا في ليتا ديسبري نتاع المنتخب المغربي اللي قلنا عليه مرعب كالطاحونه كالاعصار. المنتخب المغربي رولو كومبريسور اللي يضرب على بعضه بدون توقف، لانه تفكيره ولا تفكير جماعي وليس بالتفكير الفردي. وقت اللي مدرب المنتخب المغربي يكون درب سنه واحده ولا سنتين يعطيوه المنتخب المغربي مش 19 سنه كم اللي عنا، فهمتني؟ يراني المنتخب المغربي ومندراك ويبهر به العالم. وقت نقولوا شابو. التواضع من شيم الكبار. شنو قال هو بعد الماتش؟ وقت اللي الركراكي يتكلم يقول انا استفدت من ملاحظات المحللين وانتقاداتهم اللي كانت انتقادات لاذعه، قول استفدت وحاولت اني نصلح. شوف الفرق بين الثرى والثريا. قال شكرا لكل الانتقادات التي ساهمت وكانت سببا في تصحيح يا ولدي المعبي ما يقربعش، ما يقربع كان الفارغ لا اكثر ولا اقل، وربي يهدي من خلق. به حميد، منتخب المغرب دائما ما كان له نجوم كبار لكن لا يوفق يعني في التتويج بلقب كاس افريقيا. ديجا توج مره وحيده عام 76. المره هذه كل الامور في صف منتخب المغرب بناء على شفناه في اخر المباريات، بناء على ريناه منذ كاس العالم قطر 2022. كما قلت كان يضم لاعبيه كبار لكن مش بالكيفيه ذي. هذه معناها عندهم توا ما شاء الله ما فيه لاعبيه كبار برشا. قبل كانوا نسمعوا الدربالي تيمومي، فهمتني؟ ما كانوش معناها الكميه. اما توا تشوف اللي يلعبوا كل فريق يلعبوا في جمعيات كبار، في كما قال لك باريس سان جيرمان، يلعب في ريال مدريد، مانشستر يونايتد، فهمتني؟ مانشستر يونايتد، فهمتني؟ حاجه اخرى ورانا اللي جمعيه متكامله. كي تفرج في مع اسبانيا مع ادراك معناها في كوب دي موند اوروبا نهائي اللي كيفاش ربحت اسبانيا. كما قال سبير راهو العقليه اللي بالفائده العقليه. ثاني حاجه المسؤولين لونترونور لو ديالوج اللي يصير ما بيناتهم. انا الحقيقه مش نحكي على الفتره اللي عشتها انا نتاع 3 سنين وقتها كنت مع ليكيب ناسيونال. نشوف الملاعبيه الحقيقه سي لو ديرني دو لور سوسي وقت اللي يجيو غاديك مش يتفرهدوا. ما تحسش اللي الروح نتاع البلاد والواحد. تعرف اون ايتي ليميني معناها بيتمون في الموزمبيق، معناها هذه خسرنا هذاك اللي معك خالد وقت. خالد حاضر وقت. خالد مش نفكروا في حاجه طبعا. باش نوريك الحقيقه ما نعرفش هو يتذكرها ولا لا. اللي انا مش توا مش نرمي له الورود لكن عجبت هذه. انت توا جبت لي اعطيتي المناسبه مش نحكي عليها. خالد وقتها في الانترينمون ما نعرفش يتذكر ولا لا. خالد في الانترينمون وقتها الى بليسور ظريفه في الماتش في الانترينمون قبل الماتش ومن غدوه ما يعرف ايش هو. لا نذكرها. تقول ومن غدوه باش تلعبوا سمير. انا ديما نقول بكري حتى كي كنت في الواحد كنت جو دوا دوني ليكزومبل اونسيان جوور سيتي اون بريميير مش واحد يدخل بيرو فيدرال. هو وقتها صارت له شويه بلاسور يبان قام الصباح يجري في الكلوار باش يحضر روحه. ما رانيش لا ما نتذكرها في اللقطه دي. ما رانيش يبان شد عضلي قام الصباح يجري يعمل فيه سي في الكلوار حتى واحد ما راه. انا ريته مش يوريك العقليه خاطر هو عنده اللي جرينتا كان يحب يلعب واحد. العقليه تو ما عادش. هو في تابعه كيك ديجا خالد 14 كيلومتر ضد منتخب الكاميرون في كان 2010 وكجاتك الشهاده من عند سي عبد الحميد الهرقي. سليتي ما جات فيه حتى شهاده باهيه غير منضبط ويعمل على زي راس. شكرا لك عبد الباقي بن مسعود، خالد القربي، سمير السليمي، وضيفنا اليوم عبد الحميد الهرقي. ان شاء الله نتقابلوا غدوه من نص نهار الماضي ساعه ونص في سبور شيك الاخبار. واحنا موعدنا غدوه ان شاء الله. امين مش في الحقيقه هكا كملنا توا مش باش نرميك الورود. IFM ميتيو. نجموا تتفرجوا في كامل برامجنا دون انقطاع 24 ساعة على 24 في IFM TV على شين يوتيوب راديو IFM. ملا ادخل من توا وتبعنا من الصباح لليل على IFM TV. عيش معنا كامل الأحداث الرياضية